اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شوية بسارية، حاجة كده تستاهل بقكم، وبنقول عليه جمبري الغلابة. بصوا شكله عامل زي الجمبري بالظبط، وطعمه مش عايزة اقولكم كان جميل جدا. حاجة كده مقرمشة وفي نفس الوقت طعم طعامة، كان جميل قوي. نزلت السوق لقيت كيلو البسارية الست بتنادي وبتقول ب12، انا جبت كيلو وربع ونعملهم يلا مع بعض. البسارية دي سمكة صغيرة جدا زي ما انتوا شايفينها كده، بيبقى ليها موسم بتبقى موجودة فيه، بعد كده ما بنلاقيهاش. انا لما سألت السماك بتبقى موجودة لحد امتى، في ست كانت قاعدة بتشتري معايا قالت لي دي موجودة لحد شهر 2، لكن بصراحة السماك قال لي موجودة لحد شهر 4. بصوا كده شكلها عامل ازاي، تبقى سمكة صغيرة وتنظيفها سهل جدا. انا يا دوب بمسك الراس كده بالظبط وبشد كده بتبقى الراس خرجت، وكمان معاها الامعاء بتاعتها هي صغيرة جدا. نعمل واحدة كمان كده مع بعض، بصوا في منتهى السهولة طلعتها. واحدة كمان. بس انت بقى هي الكمية بتبقى كبيرة ومتعبة شوية، انت بتتسلي بقى وانت قاعدة كده وتتسلي وتعمليها، بتاخد وقت شوية، بس النتيجة هتكون ان شاء الله عظمة عظمة عظمة. بس هنا انا كنت خلصتهم خلاص. بصوا شلت كل الراس ونضفتهم وكمان غسلتهم كذا مرة ونقعتهم في ليمون. تمام، ونضفتهم وخليتهم زي الفل. بصوا انا بيعجبني قوي الخط اللي بيلمع في السمكة ده، وبالذات لما تبقى لسه صابحة كده وجميلة وطازة عند السماك كده. انا خلصت بقى السمك بتاعي اهو وسايباه بيتصفى. التوابل بتاعتي بقى يا ست الكل سهلة جدا، بهارات سمك وكمون وكزبرة وشطة وملح، وعندي شوية توم، وعندي ليمون، ممكن نحط توم باودر بدل التوم الطازة ده. بس كده انا خلاص كنت حطيت التوابل بتاعتي وسبت السمك شوية كده ياخد ويدي معاها. ودلوقتي الدقيق اللي انا هعمل فيه السمك ده، ده دقيق وعليه بهارات من اللي انا حطيتها على السمك، اللي هي الكمون وبهارات السمك والكزبرة، وحطيت معاهم كمان شوية نشا عشان يخلوا لي السمك ده مقرمش وجميل. ببدأ اعمل كده اكني بعمل جمبري بالظبط، نفس الفكرة. ببدأ كده ادخل الدقيق في كل حتة. بصوا بفرفره كده من بعضه عشان الدقيق يدخل في كل حتة. طبعا قبل ما بتحطيه في الزيت بتنفضيه من الدقيق كويس جدا، وبتلاقيه في ثواني اصلا بياخد لون في الزيت كده وبيصفر وبيبقى في منتهى الجمال. والنشا بيخليه بيقرمش معاك لحد ما بيخلص وهو بيقرمش. بصراحة كان بجد عامل زي الجمبري بالظبط. وخدي بالك لازم يكون الزيت غزير زي ما انت شايفة. بصوا الزيت غزير معاكي هتلاقيه في ثواني خد القرمشة وخد اللون الذهبي اللي احنا محتاجينها بالظبط. بصوا عايزة اقول لكم ما بيكملش اي حاجة على البوتاجاز، في ثواني بتلاقيه اصلا استوى وبقى زي الفل. حاجة كده عظمة عظمة عظمة. عايزة اوريكم اللون كمان بقى بتاعه. بصوا جمبري الغلابة، جمبري الغلابة يعني مش اي كلام. بس بتفضلي بس تقلبي كده تقليبة خفيفة علشان ما يلزقوش في بعض. ايوه زي الفل يا رنوشة. بذمتكوا ده جمبري بقى ولا مش جمبري؟ بس كده طلعي كفاية. هنطلع بقى ونعمل دور تاني لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا دي. والله وما خدتش وقت خالص. انا هنا طلعت على مصفى عشان السمك يفضل مقرمش وما يطراش. بصوا اللون الذهبي الجميل بقى اللي بقولكوا عليه، وقرمشة كانت ولا اروع حاجة كده، فاخر من الاخر. بصوا جميل جدا. وبكده خلصنا الشغلانة، سهلة جدا في تنظيفها، بس هي بتاخد وقت زي ما قلتلكم، بس النتيجة زي ما انتوا شايفين. بصوا كانت جميلة جدا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكمان اللايك الجميل بتاعكم اللي بيشجعني دايما ويدعمني. اشوفكم في وصفات جديدة مع رنوشة.
أسيبكم في رعاية الله. مع السلامة.